السلام عليكم، شلونكم متابعين اعزائي؟ شلون الصحة الاحوال؟ اليوم جبت لكم طريقة الالية. هاي الالية مال المناسبات، دائما شايفين طبعا المناسبات مقلينها وحدها. هي هاي الطريقة. هنا جبنا بصل، شوية رغار، طبعا زيت ما نضيف لان هي بس الية كاملة. هنا نحمسها شوية على البصل والرغار، نضيف لها نوم بصرة هم. وهاي الطريقة طبعا اسهل شي. طبعا هاي ورا ما تستوي كامل نصفيها ونقليها بزيت او بدهن، يعني ماكو فرق. وتخلى فوق الصياني ام العراوي او الصيانة الاعتيادية، بس اكثر شي هاي الشغل للصيانة ام العراوي. هنا مثل ما قلت لكم ضفنا لون بصرة، وهذا كركم. هاي تقريبا 15 كيلو اليه مقطع حسب الرغبة بين كبار وصغار. وهنا كاري مختار شوية وفلفل اسود. مثل ما قلت لكم زيت قليل اضيف لها، وجاي يشوفون البخار شلون يصعد بيها، لان هاي على الحمس حتى شنو شوية تنطي نكهة. طبعا هنا ظل اقلب بيها لما تحمس. انا ما طولت الفيديو عليكم حتى لا يصير طويل. شفت شلون البهارات كلها حمسناها سويرة، ما حمسناها حمسة زينة نضيف لها مي بارد او مي حار، بس الافضل يعني مي وسط، مي اعتيادي يعني مثل ما يقول. نضيف لها مي حسب الكمية، خليها تفور. ما تطول هاي العملية تقريبا، لان هاي الالية تستوي على السريع. اسرع شي تستوي هي الالية، طبعا كلكم تعرفون هاي المعلومة. هنا اضيف لها مي قلت لكم، لان هاي كمية هواية تقريبا 15 كيلو او اكثر بس الية. هنا ورا ما فارت كملنا ضفنا لها ملح، طبعا ملح حسب الرغبة، يعني كلها ما تطول ساعة تقريبا. شوفوا الصراحة طلع لكم اياها، قلت لكم الفيديو ما طول عليكم حتى لا يصير طويل. هنا ضفنا لها ملح، تخليها فد 10 دقايق ربع ساعة تسبك من الملح. بعدين تطفيها، تصفيها بمصفي او قبل للدهن، بس صفيها بالمصفي احسن حتى تذب مي مالتها او الدهن اللي بيها، وبعدين تقليها. بس صراحة التقلية ما لحقت يعني. شوف هنا شلون مستوية، وهذا الفيديو شلون قليته. شوف شلون راح يصير. هاي يصير شقرة على مود خلينا لها كركم. الكركم ينطيها شقار وصفار، وتدللون علينا. والف عافية.